السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى ايه؟ هننضف الخلاط. طبعا انتوا شايفينه قشطه، بس تعالوا شوفوا قبل بقى كان عامل ازاي. بصوا يا بنات، انا مش عايزه تريقه ولا حاجه، بس عادي بتحصل كتير قوي ان احنا ساعات في بيوتنا حاجه مش نضيفه، حاجه مش عارفين ننضفها. حاجه عند مامتنا، حاجه عند حماتنا، عادي يعني. ايه المشكله؟ احنا كلنا بنتعلم من بعضينا. المهم ان احنا نعرف ننضفها من غير تنمر، ولا ايه ده مش نضيف، ولا ايه ده مش عارفه فيه ايه. لا لا، عادي خالص. خدي الموضوع كده بكل بساطه. ساعات بنتعب، ساعات بيحصل لنا اي ظروف. المهم ان احنا بننظف الحاجه. ساعات بنتعب ان احنا مش بنقدر ننظفها، بس تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه لما بنمسك الحاجه بقى ننظفها. مفيش حد زينا. الخلاط بتاعي كان صراحه مش نضيف خالص، وانا كنت سايباه، يعني كنت سايباه كده عشان خاطر قلت بقى ايه، اسيبه قبل العيد ونضف بقى تنظيفات حلوه. انتوا عارفين الكبه والخلاط والميكروويف والفرن من جوه، الحاجات الصغيره دي ساعات كده بتنضفي من بره، بس من جوه بتبقى عايزه تكه، بس التكه دي بس يجي وقتها وان شاء الله كله هيتحل. هنا بقى انا كنت جايبه المناديل دي، مش عارفه عندكم اسمها ايه. هي بتتباع في المترو، بتتباع عند المنظفات. هي اصلا بتلمع الجزم، مناديل بتاعه ورنيش، بتلمع بدل الورنيش بتلمع الجزم. الباكت فيه 30 واحده بخمسة جنيه في كل حته. عايزه بقى اوريكي هعمل بيه ايه. يا دوبك بليته بس حبه ميه، وامسك بقى ايه، طبعا الادوات الحاجات الكهربائيه اللي عندي من بره كده. بصي يعني بمنديل واحد بس والله هتشوفي الفرق. يعني بجد الحاجه كانت مش نضيفه خالص، بس يعني نطفت جدا من غير بقى حاجات بقى من الغاليه. انا سامعه الاسعار ما شاء الله على الاسعار الايام دي يا بنات، اسعار المنظفات عاليه قوي. فنحاول كده على قد ما نقدر نلم الدنيا اللي احنا فيها دي وننضف حاجتنا، وان شاء الله هتنضف على طول. ادي الخلاط بتاعي، انتوا طبعا شفتوه كان عامل ازاي. بصوا بس بلة ميه، بس هوريكم اسم المناديل دي يا بنات. بس طبعا في كل منطقه بتبقى اسم مختلف عن التانيه، بس هي اصلا مناديل بتلمع الجلود، بتاع تلميع الجلود الجزم، وبتاعة تلميع كمان الأخشاب. هي مكتوب عليها كده ب5 جنيه، 30 أو 35 كمان. حلوة قوي. يا دوب اكتبي لها حبة مية. بصي بقى تحفة ازاي. يعني أنا كنت عايزة أقول لكم إن أنا كنت بعمل كده وأنا قاعدة أنا وأختي بنشرب كوباية القهوة، يعني مكانش ورانا حاجة. الصراحة هي صاحبة الفكرة دي، وهي اللي جايبة المناديل دي معاها، وقالت لي هوريكي هتعمل ايه. طبعا المرات الجايه ان شاء الله بقى، احنا داخلين على موسم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. نبدا بقى ايه، ننضف حاجتنا كده. بصي اسمها اهو، خدي سكرين كده. تحفه، تحفه بجد. يعني عن تجربه انا ما كنتش هصدق اصلا. حاجه بقى من غير ولا سلكه ولا ليفه. انتوا عارفين الاجهزه الكهربائيه مش عايزه ميه ولا الكلام ده كله عشان نحافظ عليها. بصوا تحفه ازاي. اعملي بقى لمامتك، اعملي لحماتك، اعملي لاختك بقى زي اختي كده ما عملت عندي. اعملي بقى اي حاجه بقى عندك مش نظيفه. تحفة ووهم حاجة كده اتعملت واحنا قاعدين بنشرب كوباية القهوة يعني. مستهلكناش ولا صابون ولا سلك ولا أي حاجة. بصي كده بقى الجدار من جوه كل حاجة. عايزة أقولك بقى إن احنا إن شاء الله المرات الجاية هنبدأ بقى ننضف الفرن من جوه، والميكروويف، وعيون البوتاجاز اللي ما بتلمعش دي هوريها لك هتلمع ازاي. كل دي بحاجات يعني مش هتتعدى ال5 جنيه. هنجيب حاجات في البيت. بجد أنا سامعة الأسعار إذا كان باور ولا لاستر ولا انواع كتير الصراحه. الاسعار بقت غاليه قوي، يعني في حاجات ب70 جنيه وفي حاجات ب80 جنيه. طب وليه لا؟ تعالي بقى احنا هنعمل حاجات في البيت، وحاجات بجد هنعمل قنبله، يعني حاجات كده بجد والله العظيم هتنضف لك اي حاجه، اي حاجه بجد. تلفزيون، شاشة، كل حاجة هتتنضف، بس كل حاجة طبعا ليها حاجتها. الحاجات الصغيرة دي بتاخد وقت قوي يا بنات. فعشان كده بقى نبدأ يا دوبك من دلوقتي حاجة حاجة كده بقى. عجان، كاتل. المنديل دي حلوة قوي. الحاجات اللي هي الكاتل كنت عاملة بيها الكاتل برضو بتاعي من بره، كان حلو قوي. طبعا من جوه لازم يتغلي بمية وليمون او كربوناتو او خل، لكن من بره بقى الكتيل بيبقى عايز مناديل زي كده نبمعهولي. بصي كمان الحتت الصغيره اضطريت احط مفتاح او حاجه كده رفيعه بس عشان ادخل ما بين الكبه. وانا عايزه اقول لك الكبه دي ما شاء الله ما شاء الله داخله معايا على 20 سنه هي، يعني الله اكبر عليها. والخلاط ده كمان نفس الحكايه الصراحه. حاجات مونوليكس تحفه والله العظيم بجد، يعني مش اعلان ولا اي حاجه، بس حاجات مونوليكس حلوه قوي وبتعيش. طبعا الحاجه طبعا انت هتحافظي عليها، هي هتحافظ عليكي، يعني مش هتجيبي الحاجه تستهلكيها ترميها توديها تجيبيها لكن هتحافظي عليها، هي هتعيش معاكي وهتبقى معاكي زي الفل. بص انا الحتت الجوانب دي بحاول كده ادخل بقى المفتاح شوكه صغيره، الحتت اللي هي الصغيره دي بحاول كده ادخل على قد ما اقدر ايدي فيها. مش هتعرفي طبعا،
فبحاول ادخل اي بقى مفتاح او اي حاجه. بصي نطفت معايا وبقت فله شمعه منوره. يعني عايزه اقول لك بجد انا اتوهمت. وكمان الا بقى البوتاجاز بقى الاستانلس بتاعه ده، يعني كانك لسه جايباه امبارح، يعني حاجه كده وهم يا بنات. بس انا قلت ابدا معاكم بقى ايه بالكبه. الهاند بلندر بتاعي الصراحه كان نضيف، يا دوب اخدته مسحه كده من على الوش زي ما بيقولوا. بس الخلاط ده انا كنت سايباه قصدي كمان يا بنات، ما كانش نضيف وانا كنت سايباه قصد، لاني كنت عايزه اعمل عنه ريفيو، اني اشوف ايه هينضف بايه، او كنت الصراحه جايبه حاجه تاني. فاختي قالت لي لا ده انا هجيب لك حاجه ارخص من اللي انت جايباه وهتلمعه معاكي. قلت لها معقوله؟ قالت لي اه تعالي اوريكي. جابتها دي ب5 جنيه من المترو، وبتقول لي كمان ان هي بتتباع عند اي منظف. بصي من اي بتاع منظفات، حاجه كده تحفه. بصي عامل ازاي، خلى الكبه قشطه. الخلاط بتاعي من بره ومن جوه حاجه كده كانك لسه جايباه دلوقتي، وحاجتنا رجعت جديده تاني. طبعا النظافه بتبقى من بره قبل جوه، قبل من جوه قبل بره، يعني احنا ننضف اللي جوه الاول وبعد كده ننضف اللي بره بقى. فعشان كده انا بدات ايه بحاجات المطبخ. قلت انضف المطبخ نفسه من جوه، اذا كان خلاط، اجهزه كهربائيه، كوبايات، المطبخ نفسه من جوه لو المفارش عايزه تتغير، الحاجات دي كلها بقى. وبعد كده بقى السيراميك ده بيبقى اخر حاجه خالص، اللي هو ايه قبل العيد بيومين ثلاثه، اللي هو بقى مش هفتح المطبخ خالص، هصبن كده بس كده بالسلكه بقى والميه واديها بالخرطوم. لكن هنا بحب انضف من جوه الاول، على اساس ايه الحاجات دي بتبقى عايزه حرص شويه، مش عايزه تبقى في الكهرباء، مش عايزه تبقي مثلا تبوظيها بالميه. في حاجات ما بتبقاش عايزه تنضف بالميه، بس بتنضفيها تنظيف جاف، اللي هو ايه انضفه حلو بس في نفس الوقت احافظ عليه ويطلع معايا بيبرق كده زي الخلاط بتاعي ده. تحفه والله العظيم، حكايه يا بني. فبقى قلت ايه ننضف الحاجه من جوه الاول وبعد كده بقى نطلع على بره. بصي شكله عامل ازاي، انا قصدي ان انا اصوره لك كذا صوره من كذا اتجاه، بجد كان بشع. يعني انا بقول ايه ده، انا كنت ساكته عليه ليه كده بس كنت زي ما قلت لكم جايبه منظف، بس كان الصراحه غالي شويه. فركنته بقى، قلت لا خليه دلوقتي ونشوف الحاجه ام 5 جنيه دي هتعمل ايه. يعني 5 جنيه دي حاجه كده انت بتديها العيل هتنضف معاكي ايه. وكمان ايه انا ما استعملتهاش كلها، وكمان بتنظف حاجات تانية، بتنظف الأخشاب، المطابخ من بره بتتنظف بيها حلو قوي. يعني هي بس مكتوب عليها بديل ورنيش للجزم يعني. وشفتي بقى استخدمناها لكذا حاجة كمان، خلت المطبخ عندي الخشب نفسه والله بيلمع، ما فيهوش دهون ولا أي حاجة. المرات الجاية هوريكم بقى إيه هنعمل إيه ببقية الكيس. طبعا ده فيه 30 واحدة، فانا قلت اوريه لكم حاجه كده رخيصه وعلى قد الايد. ويلا بقى قومي تشجعي كده ونبدا كده في بيوتنا ننظف حاجه حاجه، عشان خاطر نبدا قبل ايه ال10 ايام بتوع ذي الحجه ان شاء الله نكون مخلصين حاجتنا ونصوم بقى، وربنا يتقبل يا رب، ويا ربنا يجعلها ايام حلوه علينا كلنا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.